لو عاوز تعرف هي أنواع عملية تكميم المعدة تابعني في الفيديو ده. إيه هي أنواع عملية تكميم المعدة؟ في 4 أنواع: التكميم العادي، والتكميم المعدل، والتكميم البكيني، والتكميم الدقيق. التكميم العادي ودي عملية بنقص فيها حوالي 75% ل 80% من حجم المعدة، يعني حوالي تلتين حجم المعدة وبنستأصله، وبتبقى المعدة شكل الكم أو الموزة. حجم المعدة بيبقى حوالي من 100 ل 200 مللي، يعني مج الشاي يملاها. عشان كده بنشبع بسرعة مع أقل كمية أكل، وبيقل الإحساس بالجوع عشان الحتة اللي اتقصت هي اللي بتفرز هرمون الجوع، هرمون الغرلين. ودي بنعمل فيها فتحات صغيرة في جدار البطن، 4 فتحات، الواحدة أقل من 1 سنتي عشان ندخل المنظار. التكميم المعدل زي عملية التكميم العادي، ولكن بنحط حلقة سيليكون حوالين المعدة، وبتبدأ بتشتغل بعد سنة. والحلقة دي بتضغط على عصب معين في المعدة، فبتبعت إشارات بالشبع لما الواحد ياكل أكتر من كمية الأكل المطلوبة، عشان أضمن إن معدتي ما تكبرش تاني. التكميم البكيني زي عملية التكميم العادي، ولكن بنعمل فيها فتحات صغيرة في أسفل البطن عند خط البكيني، 4 فتحات، الواحدة أقل من 1 سنتي عشان ندخل المنظار. وده بيحافظ على الشكل التجميلي للبطن بعد العملية. التكميم الدقيق زي عملية التكميم العادي، ولكن بنستخدم منظار وأدوات أكثر دقة، حجمها مش بيزيد عن 2 مللي، وبنعمل جروح صغيرة جدا، وده بيقلل الألم بعد العملية وبيسرع من فترة النقاهة. لو عاوز تعرف إيه هو النظام الغذائي بعد عملية تكميم المعدة تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.